انت محدث في البيت خلص عجلني. انا خلاص اتكلمت بتكلم نفسك. انت عشان لسه واخدة اجازة من الشغل وعملت تبص فيا وتطلع عيني. انا عندي بشيلك من عيني. ايه؟ انا عمالي حب اشوف تعمل ايه. خمسة بالكودة وهيك. ايه ده؟ اما شازرة من الزبالة. بقول لك يا حبيبي انزل من الزبالة. مش قادر والله يا امي دلوقتي. يا ابني عشان خاطر يخلص وينزل من الزبالة. يا امي عشان خاطر شوية كده. يا حبيبي مش هينفع تستنى هتعفن. يا امي والله ما قادر شوية كده بس. مش هقدر. شازرة من الزبالة. وده من امتى ده ان شاء الله؟ لا يا حبيبي مش عايزك ترمي حاجة. ايه طب مش عايزني اجيب لك اي حاجة من تحت؟ مالكش فيه، ابوك هيجيب لي كل الطلبات وهو جاي، ومفيش نزول وتنيل ترزع عن جوه. انما والله العظيم انا تعبت قاعد في البيت، حرام عليك والله العظيم انا زهقت. انا من كتر القعده قعدت انكش في حاجه، عرفت في المكان اللعب اللي انت كنت مخبيها مني ايام ابتدائي. يا ماما انا عرفت ان ازازه الميه لو هتملاها من الحنفيه بتملى في 9 ثواني و3 من 10، اما لو هتملاها من الفلتر بتملى في 14 ثانيه و5 من 10. يا امي فاكره المروحه دي؟ فالمروحه دي اللي بقى لها اكتر من 5 سنين تحت السرير، ما فيش كهرباء وقف فيها مصر، عايز تصلحها؟ انا عايز اصلحها والله العظيم عايز اصلحها واشتغلت اهي. حرام عليك. المهم انا عرفت ان البيت كله فيه اكتر من 553 عيش عنكبوت، فوق الدولاب ورا السرير وتحت الكنبه في كل حته. يا ماما حرام عليك والنبي عايز انزل. يا امي والله العظيم تعبت خلاص، ابوس ايدك عايز انزل. لا انت لا. نعم بابا. انزل هات لي علبه سجاير. نعم. الساعه عدت 7 وحظ بلد، ولو اتمسكت هاكل ضرب. انزل انت بس كده في الخباثه بين العماير ومحدش هياخد باله. همشي بين العماير والله شكلك كده هتحبسني. لا مش هينفع. هو ايه ده اللي مش هينفع؟ هينفع مين قال مش هينفع؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بتقول ايه يالا؟ نازل، بقول نازل. طب هات الفلوس. هات انت من معاك لما تيجي نبقى نتحاسب. ايه كمان؟ وربنا ما نازل غير لما اجيب الفلوس. يا ابني ما انا ما عرفتش اربي. امسك. ربنا يستر. الو يا ابويا الحقني بسرعه. ايه يالا في ايه؟ انا البوليس مسكني وحطني في البوكس. طب اجري منهم بسرعه. اجري منهم ايه وانا بقول لك بلعب جاتا؟ بقول لك الحقني. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هات لي 4000 جنيه وطلعني على اسمي بسرعه. نعم. بقول لك هات لي 4000 جنيه وطلعني على اسمي بسرعه. سامعك على صوتك بتقول ايه؟ يا بابا انا سامعك يا بابا دي مش سامعك. لا انت هتقفل انا عارفك مالي فيلم. 4000 جنيه انت كده تصعب عليهم وهيسيبوك وتمشي لوحدك. حبايب قلبي واخواتي، طبعا يا جماعه يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتوصلوا الفيديو ل 15000 لايك. اخر مشهد في الفيديو يا جماعه هتلاقوه تحت في لينك في الصندوق الوصف، هو على قناه ام كشري عامه. وطبعا ما ننساش شروط المسابقه اللي احنا شغالين فيها. المطلوب منك عشان تكسب في المسابقه تتفرج على الفيديو ده من 3 تليفونات او من اكتر، وتبحث عليه كتير من تليفونات كتير وتتفرج عليه وتعمل شروط المسابقه. وان شاء الله يا جماعه بكره الساعه 9 بالظبط هدخل اكلم اول 3 كسبوا معايا في المسابقه على انستجرام عشان اتفقوا معاهم على اليوم اللي هنزل اقابلهم فيه وادوهم الدروع ونصور الفيديوهات. وانا عايز كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي من هنا لحد بكره الساعه 9 كله يعمل شروط المسابقه اللي انا قلت عليها، وتتفرجوا على الفيديو ده من تليفونات كتير وتكتبوا كومنتات فيها اساميكم من التليفونات اللي بتتفرجوا منها. من دلوقتي لحد بكره الساعه 9 كل اللي بيتفرج عليها دلوقتي حالا يعمل شروط المسابقه يا جماعه، وياخد سكرين شوت الكومنتات ويبعتها على انستجرام. لينك الانستجرام طبعا هتلاقوه في اول كومنت مثبت في الفيديو. هتعملوا شروط المسابقه وتاخدوا سكرين شوت وتبعتها على انستجرام. ومن هنا لحد بكره الساعه 9 اكتر حد هلاقيه بيبعت لي سكرينات هو ده اللي هرد عليه واقول له هقابله امتى والساعه كام عشان اديله الدرع واصور معاه فيديو انزله عنده فيديو تنزله عندي. حبايب قلبي واخواتي يلا كله يعمل الشروط عشان بكره الساعه 9 ان شاء الله هخش اكلم اول 3 كسبوا معايا في المسابقه عشان اقابلهم واديلهم الدروع. ان شاء الله دي الطريقه اللي هوزع بيها الجوائز. هخلي اللي يفوزوا معايا 3. دلوقتي اللي عايزني اخش اكلمه بكره الساعه 9 واقول له انت فزت معايا في المسابقه يعمل الشروط اللي انا بقول عليها دي، يتفرج على الفيديو من 3 تليفونات او من اكتر من 3 تليفونات، يكتب من كل تليفون بيتفرج منه، وان شاء الله بكره الساعه 9 بالظبط اخش اكلمكم. حبايب قلبي واخواتي سلام.